السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هتكلم معاكم عن شخصيات في حياتنا. الشخصيات دي تعتبر أسوأ شخصيات تدمرك في حياتك لو ما خدتش بالك منها. مش هكلمكم عن الشخصيات المعتادة، المنافق والكذاب والحويط والعك كده، لا. آخر 50 سنة حصل إن في ناس أو الجيل آخر 50 سنة غير معايير النظام السلوكي. يعني أنا مش عارف أعبرها إزاي، لكن الشخصيات اللي موجودة حاليا ومن 50 سنة بدأت تتولد غيروا معنى الكوارث، خلوا لها معنى تاني. أصبح المنافق والكذاب والخاين دي شخصيات ممكن أقرب ليك من اللي أنا هتكلم عليهم دول. هتكلم عن أسوأ شخصيات توديك في مصيبة، أحقر شخصيات ممكن تقابلها في حياتك. 7 شخصيات تخلى عنهم فورا حتى لو منهم العزيز. أولا هنتكلم عن شخص تصرفاتهم و هنقول أمانتك أنت معاهم جعلتهم في زاوية صعبة في حياتك، مشكلة لحياتك. المشكلة تكمن فيك وتكمن فيهم. تلك الشخصيات بداية هنتكلم عن الشخصيات أول مجموعة أو أول ناس تحذر منهم بسبب كوارثك. الشخصيات اللي تعرف أسرارك. نسبة الأمانة قلت قوي. الناس اللي بتعرف أسرارك أنت أصبحت عريان قدامهم، بمعنى اللفظ. اللي بيتابعني على قناة الأبراج واللي بيتابعني في القناة الجديدة بتاعتي اللي أنا بشير منها الفيديو ده، عارفين إن أنا صريح وواضح، وده يمكن سبب أو سر نجاحي بأمر الله. الشخصيات اللي تعرف أسرارك سبب يمكن 50% من كوارث حياة البشر. أسرارك، أمانتك معاهم، لأنك زي ما بقول كده بتبقى متعري قدامهم. لذلك احذر من اللي بتديله اسرارك، ويبقى افضل لك انك ما تقولوش اسرارك اساسا. خلي سرك لنفسك، خليه زي البحر اللي ورايا ده، خليك انت بحر جواك محدش يعرفه. انا كده، انا زي البحر جوايا محدش يعرفه. يوم ما احب اطلع بالموج كده زي ما انتم شايفين، بطلع في الوقت المناسب بسر، بطلع في الوقت المناسب باللي انا عايز اقوله او اللي انا عايز اوريه للناس او اللي انا عايز اثبته. لذلك اول شخصيه معانا من الشخصيات اللي بتودي في داهيه او من اسوأ الشخصيات اللي ممكن تشوفها في حياتك هي الشخصيات اللي تعرف اسرار. تاني شخصيه معانا دي انا بسميها شخصيات السم في العسل. هي الشخصيات المحبطه اللي بتبان من هزارها، دي تحذر منها. الشخصيات اللي في ساعة الهزار بتقلل من قيمتك، اللي في ساعة الهزار بتستغل الهزار علشان تفضحك، علشان تخليك سيء قدام الناس، علشان تقلل من قيمتك قدام الناس. دي شخصيات تدمر شخصيتك قدام الآخرين. مش هزود عليها كتير، لأن الشخصيات دي المكبوت لديها بيظهر ساعة الهزار، خاصة قدام الشخصيات الأخرى الجديدة أو الشخصيات اللي أنت ما تعرفهاش في الحياة. شخصية أخرى سامة جدا، سامة جدا، هي الشخصية اللي بتقعد معاها لحظات حلوة قوي، وفي نفس الوقت نفس الشخصية دي في نفس اليوم أو يوم تاني يقلب عليك الوش التاني. يعني اللي ما تعرفلوش مود، وده على الاغلب بيبقى في شريك الحياه او الشخص اللي انت بتحبه، او حتى الصديق، بس على الاغلب بيبقى في الشخص اللي انت بتحبه. ليه؟ الشخص ده انت بتبقى مش عارف مزاجه، ده بيبقى على حسب المود. ده بيعمل معاك ايه في المستقبل؟ اولا ده اللي بتعتقد ان هو ده الانفراجه او هو ده سبب سعادتك، لكن في نفس الوقت بيبقى سبب تعاستك. بتبقى بيوصلك معاه، خاصة لو انت بتحبه، انك بتصحى الصبح بتتمنى تلاقيه في المود الكويس، وبتبقى تابع ليه مع الايام، لانه فترة بيبقى كويس حلو،
فتره بيبقى موده وحش بيطبق اللي هو بيحس بيه عليك، بتبقى انت في الاخر دلدول، بيدمرك شخصيا، بتبقى تابع. كل اللي انت بتفكر فيه وبتتمناه بيوصلك لمرحله اللي انت بتتمنى انه يبقى كويس، وبتقترن سعادتك بسعادته، بتقترن فرحتك بفرحته. يعني مالكش شخصيه حضرتك او حضرتك، دي الشخصيه مدمره، دي شخصيه بتخرجك عن حياتك، بتخرجك عن شخصيتك، بتبقى دايما حاطط امل او نفسك ان هم يكونوا سعداء عشان انت تبقى سعيد، وتدريجيا بتلاقي نفسك داخل في هنقول استقرارهم بيبقى من استقرارك، وزعلهم يبقى بينكد عليك. طيب شخصية أخرى ورابع شخصية معانا، الشخصيات اللي تكسر النفس. الشخصية ده كمان شخصية قذرة جدا. الشخصيات اللي انت بتبقى عامل كل حاجة حلوة وبيطلع لك القطط الفطسانة. الشخصية اللي انت بتبقى قايد ليه صوابعك شمع، وفي شمعة اتطفت من صبع ليك، يعني قايد له 9 ال10 يقول لك اتطفت. اللي بتبقى عامل له كل شيء حلو، يعني كبدله مثلا عاملها له حلو يقول لك الزرار لونه مش عارف ايه. او زي الناس اللي بتدخل عندي مثلا في القناه كمثال مثلا، يعني دي طبعا بعملها ديليت، بحذف يلا برمي كله في البحر، كل ده ما يلزمنيش، يلا في داهيه عشان كده. لان بيصدر طاقه يقول له مثلا ايه، لا ده انت مش عارف القميص اللي انت لابسه مش عارف ايه، يا هبل ده انا بقول علم. لذلك الشخصيات دي تبعدوها عن حياتكم خالص، شخصيات مدمره. طيب نقطه تانية برضو دي بتتمثل في شخصيه الشخص اللي قدامك، اوعى تتعلق بشخص اقل منك. دي نقطه هامه جدا واخطر حاجه ممكن تقابلها. ليه؟ اتعلقت بشخص اقل منك بسببه، مفيش حد اقل من حد، لكن هو اللي حاطط في دماغه ان هو اقل منك، هو عشانه فاشل، مش قادر يسيطر، مش قادر يعمل زيك، علشان كده هو صنف نفسه انه اقل منك، بيوقعك في اسلوبه. والشخص ده بيبقى ذكي جدا على فكره، بس ذكي في القذاره وان هو يكون حويط علشان يوصل اللي هو عايزه. الشخص اللي اقل منك ده هيحاول انه يربطك بيه، وبعد ما يربطك بيه هيحاول انه يدمرك. لذلك اي شخص عنده مشاعر او حاسس ان هو اقل منك، اوعى احذر انك ترتبط بيه، لانه في الاخر هيدمرك. انا بقول لكم كلام يا ريت الناس دي تسمع كلامي، او اي حد يسمع كلامي، لعل وعسى حد يعيش الظروف دي وممكن مش فايق. لذلك هو ده انسان يدمر كل شيء سيء. نقطة تانية او شخصية تانية وصعبة جدا جدا جدا، الجلاد. هو الشخص صاحب حب الامتلاك. صاحب حب الامتلاك ده ممكن تلاقيه هيموت عليك، بيبقى ماشي وراك لأراضيك في كل شيء في حياتك، عايز يجيبك، وبعد ما يجيبك ويعلقك وتشوف منه الكلام المعسول او الوعود المعسولة بيقلبك، لانه خلاص اخذ غرضه. احذروا من تلك الشخصيات اللي عندها حب امتلاك. خليك في بشخصيتك، انت اخترتني كده ما تغيرنيش على وضعك، لان انت حبيتني كده او خدتني في العمل كده. حب الامتلاك من اقصى درجات المصايب اللي ممكن تحصل. الشخصيات اللي حضرتكم ممكن تقابلوها الشخصيه ذات حب الامتلاك. سابع شخصيه واخر شخصيه معانا، وهي شخصيه ايضا بسببك انت، الشخص اللي قلبك اتعلق بيه. ده من اكتر الشخصيات اللي ممكن تدمرك في حياتك، لان انت بتخليه ده هو المستقبل، هو الامل، هو الحياه، وبتسلمه كل شيء، مفاتيح قلبك ومفاتيح دنيتك وحياتك، لكن ده ممكن يعمل لك صدمه حياتك. لذلك حط دايما خطط بديله، حط دايما فوارق او فواصل، او ان انت ما تسلمش قلبك الا ما تكون متاكد للشخصيه اللي معاك. يا رب يكون وصلت الفكره، يا رب كده يبعد عننا الشخصيات الكئيبه القذره، ويا رب التوفيق للجميع. السلام عليكم.